في ملخصنا النهاردة هنشوف بعد ما زينب عرفت إنها بنت علي فؤاد يا ترى هتعمل إيه؟ وهل هيعرفوا إن جيم هو اللي قتله ولا لأ؟ وأحداث تانية كتير، فتابعوا الملخص للنهاية. أو ما ننساش قبل ما نبدأ نحط لايك ونعمل شير للفيديو ونشترك ونفعل جرس التنبيهات لو أول مرة تشوفونا، واللي ما شافش الحلقات اللي فاتت هيلاقيها في أول تعليق مثبت تحت الفيديو. بتبدأ الأحداث بفلاش باك وبنشوف سونماز وهي بتغسل وبتتصل عليها قدر اللي بتكون بتتكلم من محطة تليفون في الشارع وبتخلص كلام وبتنسى الكارت في التليفون. فجأة سولماز بتسمع الباب فتح وبتفتكر إن قدر هي اللي جت، فبتنزل تلاقي يلمز اللي بيدخل وماسك في إيده مفاتيح وبيسألها عليها. بنرجع تاني ليلمز في الحاضر وهو قاعد بيفطر مع بناته وأحفاده وبيبدأ يسألهم عن علي فؤاد وإزاي يطلع باليخت بالليل. فبتشرح له بنته إن هو علشان مريض قلب ما قدرش يسيطر على نفسه ووقع في المية، وبيبدأ يسألهم عن خليل وإنه شمتان فيه علشان ما بيسمعش كلامه. خليل بياخد زينب المطعم وبيفرجها عليه وبيقول لها إن هم مضطرين يكملوا في الافتتاح، وبيبان إن زينب متضايقة لكن بتقوله إن هو أكتر حد هي واثقة فيه وكمان أكتر حد بتحبه. ورجعت تتكلم عن علي فؤاد وحادثة قتل أمها، وشكلها هترجع تفتح التحقيق في الموضوع ده تاني وهتلاقي حاجة تغير مجرى الأمور كلها. بيتصل عمر بخليل بيجيلهم المطعم وبيسلم ظرف لزينب اللي بتكون رافضة تاخده، لكن خليل بيديهولها وبيخليها تقراه. وبيطلع الجواب عبارة عن وصية لعلي فؤاد وبيكتب فيها إن أملاكه هتروح لخليل وزينب، وطبعا بيتصدموا من كلامه وبيرفض خليل ينفذ الوصية. لكن عمر بيقوله إن هو مضطر يقبلها لو مش علشانه يبقى علشان زينب، وإلا الأملاك هترجع لعيلته علشان ملوش ابن. فبيقبل خليل وبيبص لزينب اللي متضايقة من الوصية وبتمشي وبيحاول يوقفها خليل، لكن هي مصممة ما تنفذش الوصية وإن هدفها كله إنها تعرف الحقيقة. بتحصل حاجة غريبة وبنلاقي قدر بتتصل بمكتب زينب وبتسألهم عليها، بتكلم مساعدتها وبترفض تعرفها هي مين. وطبعا زينب مش في المكتب، فبتطلب قدر من أيلول إنها تقول لزينب إن اللي بيكلمها جاي بنصيحة لجنة تكين وبتقفل معاها. بنرجع فلاش باك وبتقرر سولماس تروح لبيت جنة وتديها شنطة فيها هدوم وبتقول لها إنها حاطة فيها مفتاح شقتها ولو حصل أي حاجة تجيلها على طول، وبتودعها وبتمشي. بتدخل جنة بسرعة الأوضة تدور على المفتاح لكن بتسمع جوزها جه، فبتخبي الشنطة بسرعة تحت السرير، لكن بالصدفة بيشوفها يلمز بيفتحها وبيلاقي المفتاح وبيطلع يزعق في جنة وبيقول لها إن هو قال لها إنها ما تقابلهاش تاني خالص. وجنة بتطلب من الولاد تدخل الأوضة وبيتعصب يلمز عليها أكتر وبيشك فيها وفي خيانتها ليه وبيضربها قدام ولادها. بنرجع للوقت الحاضر وبيصحى يلمز وهو مستعد علشان يقابل المحامي وبينادي على بنته فريدة علشان تستعد هي كمان، وإنه هيخلصها من كيفنج نهائي وإنها تخلي عندها كبرياء. وبتدخل تجهز وهي محتارة لكن بتقتنع بكلام أبوها وإنه خاين. بيقرر جيمي ياخد مراته ويروحوا بيت خليل يسألوا عن بنتهم زينب لكن مش بيلاقوه. بيصادف يلمز نازل من البيت فبيبدأ يتخانق معاه ومش بيستحمل جيم إن هو يتكلم على بنته وبيضربه، لكن يلمز مش بيبطل وبيفضل يتكلم عنها بطريقة وحشة وعن ابنه كمان. بيوصل خليل وبيتخانق مع أبوه وبيقوله إن هو هيتجوز زينب وبياخد جيم وأرمان البيت وبيكون تغرط موجود وبيعرفهم عليه وبيقعد معاهم وبيعتذر لهم عن اللي عمله يلمز وإنه مش بيعتبره أبوه، لكن بيسألوا عن الكلام اللي قاله تحت وإنه هيتجوز بنتهم. فبيقول لهم إنه هو قريب جدا هيطلب إيد زينب. بيمشي يلمز مع بنته وهو مستغرب خليل هيجيب فلوس منين علشان يتجوز زينب، لكن فريدة بتقوله إنها بتحبه وبتسأله لو هي عملت زي زينب كان رد فعله هيكون إيه، فبيقول لها إنها بتسمع كلامه مش خاينة زي الباقيين. بيبدأ جيمي يتكلم مع خليل إنه يقنع زينب تكلمهم وتقابلهم مرة واحدة حتى، لكن خليل بيقوله إنه هو هيحاول لكنها دلوقتي نفسيتها مش كويسة. وبتكون برسان مستنياهم يمشوا وبتروح لخليل تسأله عن سبب زيارتهم وبتدخل معاه البيت علشان يحكي لها. بتوصل زينب المكتب وبتفتح الدفتر بتلاقي رسالة قدر ليها إنها بتكلمها بخصوص جنة، فبتسأل أيلول عنها فبتحكي لها اللي حصل. بتطلب منها زينب إنها لو اتصلت تاني تديها رقمها. بيركب يلمز وبنته الأتوبيس وبيطلب منها مراية علشان يشوف وشه بعد الخناقة، فبيلاقي قدر طالعة وبتسلم على فريدة اللي بتلاحظ خاتم في إيديها. بيمنعها يلمز من دفع الأجرة بيدفع لها هو. بتدخل برسان لخليل وبتستفسر عن جوازه وبيقول لها إن هو حدد ده مع زينب بيبدأوا يسألوه عن الافتتاح فبيقول لهم إن هو مش هيأجله وهيبقى في ميعاده عادي.
وبيعرف منهم إن هم احتمال ما يعرفوش يجوا بسبب يلمز، وكمان بيقولوا له إن هو أخد فريدة علشان ترفع قضية طلاق على جوزها. بتطلب قدر من السواق ينزلها، وبتتعمد تبين الخاتم لفريدة وبتنزل، لكن يلمز مش بيقدر يستنى وبيسيب بنته وبينزل وراها. بيسألها إن هو كل ده مستني ردها، فبتقوله إنها لسه بتفكر. فبيقول لها إنها وحشته، فبتقوله إن هو إزاي يقول كده ومراته ما بقالهاش 38 يوم ميتها. وبياخدها لقبرها وبيقول لها إنها خانته وطعنته في ظهره وسابها ومشي. بيفتكر لما كان راجع سكران ودخل البيت وفضل يهدد جنة إنها ما تمشيش وإلا هيقتل أي حد يساعدها، وطبعا بتبقى خايفة. وهو بيمسكها وبيطلب منها إنها تقوله إنها تفضل معاه ومش هتبعد عنه مهما حصل. بتروح قدر لقبر سولماز وبتوعدها إنها هتجيب حقها وحق جنة، وإنها هتحكي للكل عن أفعال يلمز وعن حقيقته وتفضحه. بيقعد خليل يفكر في الوصية وإنه هيعمل إيه بكل الفلوس دي، فبيدخل تغرط الأوضة وبيطلب منه يصبر على زينب وإنها متوترة دلوقتي وهترجع تهدى تاني وتقبل الوصية. بتروح فريدة للمحامي وبيستنوا أبوها اللي مش بيجي، وبيلاحظ كمان توترها وإنها مترددة في القرار، لكن بتقوله إنها علشان حامل ومتجوزة بقالها كتير فبتفكر أكتر. بيتصل يلمز من المحامي وبيقوله إن هو جاي، وبيبدأ المحامي يجهز الورق ويسألها إزاي أبوها معهوش تمن التاكسي وهيدفع مصاريف المحامي. بيركب كيفنج مع جنير اللي بيفضل يفرجوا على شقق يختار معاه حاجة يشتريها، وبعدين بدأوا يتكلموا على علي فؤاد وإن حلم خليل خلاص انتهى. وبيوصل جنير للمحامي وبيقوله كيفنج إن هو ما بيحبوش، فبيطلع جنير لوحده فوق علشان يسلموا ورق. فبيلاقي فريدة قاعدة معاه وبيعرف إنها جاية ترفع دعوى طلاق. بيفضل كيفنج في العربية فبيلاقي يلمز وبيعرف إن فريدة فوق. بيطلع لها وهو مصدوم من تصرفها، لكن أبوها مأثر عليها جدا وهو بيحاول يرجع لها، لكن هي تحت تأثير أبوها. أما خليل بيتفرج على المطعم بعد ما قرب يجهز وبيفرح بكل ده، لكن حزين على علي فؤاد وإنه فقد واحد زي أبوه. بيحاول تغرط يواسيه وإن هو لما يتجوز هيبقى الأب اللي بيحلم بيه ولاده. بيشوف كيفنج دعوة طلاق وبيتصدم من المبلغ اللي طالبينه، وبيفضل يقول لها عايزة الفلوس دي مقابل إيه. بيشرح له المحامي إن ده تعويض معنوي مقابل خيانته ليها. فبيشرح لهم إن أيلول تبقى زميلته في الشغل مش أكتر، وإنه حاول يفهمها ده. طبعا أبوها بيتدخل وبيزود حدة الموضوع، لكن كيفنج كان عند رأيه وقطع الدعوة وقال لها عايزة تطلقي هطلقك، وهيرفع عليها قضية إنها غير كفء علشان تربي ابنهم، وإنها حرمت الطفل اللي في بطنها من الأكل علشان حزينة على أبوها، وهيشكك في صحتها العقلية. وبيتوعدها هي وأبوها وبيمشي وبيسيبهم. بتكون فريدة منهارة من العياط ومش متخيلة اللي بيقوله وإنه ممكن ياخد منها ابنها. بياخدها يلمز مطعم علشان ياكله وهي بتكون خايفة جدا، لكن يلمز بيحاول يطمنها ويقول لها إن مفيش محكمة هتاخد طفل حديث ولادة من أمه، وإن هو بيعمل كده علشان يخوفها بس. لكن بتقوله إن المحامي ليفنت قال إن هم هيتحروا في الموضوع ده وإنه موضوع مهم. بيطمنها يلمز تاني إن هو بيخوفها وإنه هيفضل يحميها طول ما هو عايش علشان هي أكتر حد بيحبه في الدنيا. بنرجع فلاش باك وهو قاعد مع جنة وبيقول لها تديله فلوس علشان يروح مقابلة شغل وإنه خلاص هيبطل شرب. طبعا بتستغرب من كلامه وبتسأله عن السبب، فبيقع بلسانه وبيقول لها إن الشرب مش بيخليه في وعيه وبيتصرف تصرفات بيندم عليها بس بعد فوات الأوان. بتستغرب أكتر جنة، لكن هو بيقول لها إن هو بيهزر بس هو خايف على صحته. بتدخل تجيب له الفلوس وبنته بتطلب تروح معاه وبيوافق ومش بيرضى ياخد خليل. بتروح مع فريدة وبياخدها المستشفى اللي كان رايح فيها يزور سولماز اللي بيكون اتصابت بالشلل. بتدخل فريدة الأوضة وبتشوفها وبعدها بياخدها يلمز علشان ياكلوا وبيقول لها ما تحكيش حاجة وتقول إن هم خرجوا وأكلوا بس. جانير بياخد كيفنج وبيقعد بيه على البحر اللي بيفضل يقوله ما يتجوزش عن حب أبدا ويتجوز لو الأهل مناسبين. طبعا بيستغرب منه جانير إن هو بيقول الكلام ده، لكن التجربة خير دليل لكيفنج. بيبدأ جانير يسأله عن أيلول، لكن بيفهمه كيفنج إن يلمز عامل كده قاصد علشان ياخد تعويض كبير. وبيسأله هل لسه بيحب فريدة، كان مخصص فيها أوضة للطفل اللي جاي وده معناه إن فعلا لسه بيحبها. بيروح يلمز وفريدة للبيت وبيقول لهم ما يجهزوش أكل ليهم علشان هم أكلوا بره. وبيدخل يوسف ابن برسين وبيقوله إن هو نضف له الدكان وبيفرح بيه جدا، وكمان بيديله دعوة لافتتاح محل خليل اللي بيستغرب منه جدا ازاي هيفتح المحل من غير فلوس وهيجيب الفلوس منين. لكن سراي بتقوله ان علي فؤاد ساب الفلوس الكافية للافتتاح وبيطلع الافتتاح بكرة بالليل.
وسراي بتكون عايزة تروح. بيرن التليفون فجأة وبتطلع قدر اللي بتتصل، فبياخد يلمز التليفون وبيدخل أوضته. وبتبدأ برسان تلوم في فريدة إنها ماشية ورا أبوها أو مش هيحصل لها خير. بيكلم يلمس قدر وإنه مش مصدق إنها اتصلت بيه وقبلت عرضه وإنها هتيجي البيت عنده، فبيستغرب عن موافقتها. فبتقوله إنها سمعت كلامه وقعدت جنب قبر جنة وسمعت لها. بيروح خليل لمكتب زينب وبيلاقيها ماشية مع أيلول، فبينادي عليها وبتتفاجئ زينب بيه وبياخدها بالعربية وبيمشي من غير ما يقول لها أي حاجة. بتسأله عن الوصية وهيعمل فيها إيه، لكنه بيهزر معاها وبيقول لها إنها مش مهمة. بترجع تسأله عن الافتتاح، فبيقول لها إن هو هيعمله عادي لأنه مجبر على كده. هو بيقول لها إن هو واخدها لأهلها لأن ما ينفعش ناس ربوها لمدة 27 سنة تنساهم في يوم كده. بتطلع زينب علشان تقابلهم في البيت، وبتدخل البيت وهي زعلانة منهم، وبيطلب منها جيم تقعد تاكل معاهم لكن هي بترفض. بيقول لها جيم إن هم كانوا عايزين يروحوا الجنازة، لكن هي بتقوله إزاي هيحضر جنازة واحد طردوه من البيت. لكن بيقول لها إن ما كانش فيه مشكلة بينهم، وإن المشكلة الوحيدة إن هم حبوها، وإن هو فضل 27 سنة يعاملها كأب وكان رافض حد تاني يشاركوا فيها، وهل جزاء اللي عمله هو كده؟ فبتقوله إنها مش هتقدر تسامحهم، لكن على الرغم من كده هي بتحبهم وهي الوحيدة اللي خسرانة في كل ده، أو بتسيبهم وبتمشي. بيروح خليل لمكتب كيفنج وبيسلمه دعوة لافتتاح وبيفرح له جدا وبيسأله لو محتاج أي حاجة، لكن بيسأله عن مشاكله مع فريدة وليه الأمور وصلت لكده. لكن كيفنج قاله إن هو مش بسببه هو، وإن هما رافعين دعوة طلاق بتعويض كبير جدا، وإنه فقد الأمل في فريدة. بيبدأ خليل يقوله إن هو عايزه في موضوع مهم وبيطلع له الوصية اللي بيستغرب جدا كيفنج لما قراها، أو مش مصدق إن علي فؤاد كتب له كل ده، لكن بيحتاجه خليل في أمر يخص الوصية. بيرجع خليل من عند كيفنج بيلاقي فريدة في الشباك، فبيشاور لها علشان تطلع تقابله. بتخرج له وبتقعد معاه وبيبدأ يسألها عن طلاقها من كيفنج وإن اللي هي بتعمله ده مش صح، وبيطلب منها تركب العربية معاه وهيوصلها لجوزها، لكنها بتقوله لأ. فهو بيقول لها إن هو لسه عايزها. بتخرج برسانه وبتقعد معاهم، وبيقول لها إن هو بيحاول يتجوز من ناحية وأخته عايزة تتطلق من ناحية تانية، وبيسألوه لو جاب خاتم الجواز، لكن هو ما كانش يعرف إن ده موضوع مهم. ففريدة بتقول إن البنات بتحب الخواتم، فبيقول لها إن هو هيعمل كده، ويا ريت هي كمان ترجع لكيفنج. وبيرجع يعزمهم على الافتتاح، وبيقول لها إن كيفنج هيكون موجود كمان والأحسن إنها تيجي وتتكلم معاه لوحدهم. بترجع قدر تتصل على مكتب زينب وتسأل لو موجودة، وبترد عليها قايلول إنها مش موجودة لكن سمحت لها تديها الرقم الشخصي. بتقوم فريدة وبرسان يروقوا البيت، وبتدخل سراي تسألهم هيروحوا الافتتاح ولا لأ، فبيردوا إن هم عايزين يروحوا، لكن فريدة بتقول لهم هنقول إيه ليلمز. فجأة بيطلع يلمز وهو لابس وبيقول لهم يلموا كل ده علشان عندهم ضيف. بيستغربوا منه طبعا وبيسألوه مين ده، فبيقول لهم إن هو عزم قدر، وبيتعصبوا منه وبتقوله برسان إن هو ما يعملش كده وما يجيبش الست دي البيت، لكن طبعا مش بيسمع لحد. وبيقول لهم جهزوا القهوة علشان هي على وصول. بيدخلوا المطبخ وهم متعصبين جدا، وبرسام بتسأل فريدة هيعملوا ايه وانها مش عايزة تسمح لها تدخل البيت، لكن فريدة بتقول لها ان الست ملهاش ذنب. وبيلاقوا الباب بيخبط وسراي بتكون عايزة تفتح، لكن برسام بتقول لها خليكي وانها هي اللي هتفتح. بتطلع برسام تفتح الباب وبيكون خليل معدي من وراها، وأول ما بتشوفه بتقوله صباح الخير يا خليل، وبيستغرب إنها عارفة اسمه. فبتدخلها برسان الشقة وبتطلع لأخوها وبيسألها مين دي، فبتقوله إنها جارتهم السابقة وجاية تعزيهم. بيستغرب خليل إن هو مش فاكرها وبيسألها هيجوا الافتتاح ولا لأ، فبتقوله إن هم هيشوفوا. بيتجمعوا كلهم جوه البيت ويلمس بيبدأ يعرفها عليهم كلهم وإن هم متجمعين حواليه من حنيته عليهم، وطبعا بيكون بيكذب. بتقوله إنها شافت خليل بره، فبيقول لها إن علاقته بيه سيئة. بعدها بتطلب قدر من سراي توزع عليهم بسكوت، وبتقول لهم إنها أخدت الوصفة من أخت ليها، بتلمح على جنة. طبعا لما بياكلوا البسكوت بيلاقوه نفس طعم بسكوت أمهم، لكن بيرد يلمز ويقول لا طبعا إن هو أحلى. وبتستأذن منهم وبتعزمهم يجولها البيت، وبتقول لفريدة إنها عارفة العنوان. بيطلع معاها يلمز وبتعزمه يجيلها البيت وإنها هتحضر له غدا، وهو بيقول لها إن بقاله زمان محدش اهتم بيه كده. بتجهز زينب نفسها علشان تخرج من المكتب، لكن بتجيلها ايلول وتقول لها إنها شافت وصية علي فؤاد على مكتب كيفنج، فبتستغرب زينب جدا. بيجي الليل وبيبدأ الناس تروح المطعم عشان الافتتاح، وأخيرا فريدة وبرسام بيوصلوا المطعم وهيحضروا الافتتاح، وبياخدهم خليل يقعدهم على ترابيزتهم وبيفرجهم على الخاتم اللي جابه لزينب.
بيوصل كيفنج فبيروح له خليل وبيطلب منه يروح يقعد جنب فريدة وبيسمع كلامه وبيروح لها. بيطلع خليل يستنى زينب وبياخدها يقعدها على نفس ترابيزة عيلته اللي بيفضلوا يباركولها. بيروح يلمز لبيت قدر وجايب معاه ورد وبيقول لها إن هو مش هيتخلى عنها بسهولة وإنه هيفضل معاها باقي عمره. أما برسين فبتقترح على فريدة وكيفنج يطلعوا يشموا هوا برا، فبياخدها كيفنج وبتسأله عن البيت اللي جابه، فبيقول لها تيجي تشوفه بنفسها وإن هو لسه بيحبها، وبيكون واضح عليها إنها بتقتنع بكلامه وإنها هتبدأ معاه حياة جديدة. بنرجع لقدر ويلمز اللي حضرت له الأكل وبتقوله إنها اتعلمته من أختها وإن أختها دي ماتت. بنرجع فلاش باك وجنة في المستشفى عند سلماز وبتطمن عليها، فبتدخل لها الأوضة وبتلاقي عندها قدر وبتعرفها بنفسها إنها صديقتها من زمان وبتعرف منها إن عندها شلل في رقبتها. بنرجع للوقت الحاضر وبيرجع خليل يلاقي كيفنج أخد فريدة ومشي وبيطلب من زينب تيجي معاه هي كمان. بيحاول يقدم لها الخاتم لكن هي بتكون مصممة تعرف اللي حصل في الوصية، وهو بيحاول يبرر لها إن هو اتصرف فيها زي ما كانت هي عايزة وإنها ما تشغلش بالها، لكن هي مش بتصدقه. هو بيشيل الخاتم في جيبه تاني وبيقول لها خلاص الموضوع انتهى. وبتتفاجئ برسان إن تليفون زينب بيرن. بترجع زينب تتكلم بخصوص الوصية، فبيقول لها إن هما لو موافقوش على الوصية هتروح لعيلته، فهو قرر إن هما يتبرعوا بيها أحسن. فبتسأله على الخاتم تاني علشان يطلعوا يدهولها. بيطلعوا بيقول لها إنها تاخده تلبسه، وبتاخده فعلا وبتلبسه وبتقوله إنها موافقة تتجوزه وإن هو أكتر حد هي بتحبه. بتقاطعهم برسان وسراي وبيدوها التليفون علشان ترد. بتلاقي رسالة صوتية بيجي خليل يقول لها مالك، فبتسمعه الرسالة اللي محتواها إنها جاية بنصيحة جنة تكين علشان تكشف عن قاتل اسمه يلمز. يا ترى إزاي هيفتحوا التحقيق في الموضوع تاني، وهل فعلا هيقدروا يثبتوا التهمة على يلمز، وزينب هتساعد قدر إزاي في الموضوع ده؟ هنعرف كل ده بالتفصيل الملخص اللي جاي. اكتبوا لنا توقعاتكم في التعليقات وعايزين الملخص اللي جاي امتى. ما ننساش نحط لايك ونعمل شير للفيديو ونشترك ونفعل جرس التنبيهات لو أول مرة تشوفونا، واللي ما شافش الحلقات اللي فاتت هيلاقيها في أول تعليق مثبت تحت الفيديو. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same.